في قناة أثر الزمان. بنرجع عقارب الساعة ورا ونحكي عن أبطال سابوا أثر عمره ما حيروح. قصص من التاريخ هتخليك تشوف الدنيا بشكل تاني. لو بتحب التاريخ يبقى المكان هنا ليك. فاكرين لما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن أبو عبيدة بن الجراح كان هادي؟ مش بس هادي، ده كان قائد، بس من نوع خاص جدا. ما كانش بيزعق ولا يفرض نفسه ولا يحاول يلفت الانتباه، بس أول ما يتكلم الكل يسكت ويسمع، وأول ما يقف الناس تحس بالأمان ووراهم جبل ثابت. في غزوة بدر كان واحد من القادة شجعان وكان بيثبت رجله في أرض المعركة زي ما يكون جبل. وفي غزوة أحد كان من الناس اللي فضلت جنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما غيره كتير هرب. لكن الموقف اللي فعلا بيبين حجم أبو عبيدة كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عارف إيه اللي حصل؟ الصحابة كانوا في صدمة ومش عارفين يتصرفوا. الدنيا اتقلبت والناس مش عارفة مين اللي حيقود الأمة بعد النبي. وساعتها اتجمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة علشان يختاروا خليفة، وحصلت مناقشات كبيرة. كل واحد شايف إن الأفضلية مع فلان أو علان، لكن أبو عبيدة وقف بكل هدوء وقال كلمتين بس، لكن هزوا الموقف كله. قال للأنصار: أنتم أول من نصر وآزر، فلا تكونوا أول من غير وبدل. وبالكلام ده هدى النفوس ووجههم لاختيار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو نفسه كان مرشح للخلافة. عمر بن الخطاب قال عنه: لو كان أبو عبيدة حيا لاخترت خليفة بعدي، بس هو ما طلعش وقال أنا أحق، ولا قال أنا كنت مع النبي من الأول، ولا أنا قتلت أبوي في سبيل الله. كان شايف إن الأهم من منصب أو شهرة هو وحدة الأمة وثباتها. القوة مش بالصوت العالي ولا بالتحكم في الناس، القوة الحقيقية لما تكون قادر تسيطر على نفسك وتحط مصلحة الناس فوق نفسك. وده كان أبو عبيدة بن الجراح، أمين الأمة. النهاردة شفنا إزاي أبو عبيدة كان قائد حقيقي، قائد الناس بتحترمه من غير ما يخوفه، وبتسمع له من غير ما يزعق. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، تفعل الجرس علشان تشوف الحلقة الجاية من سلسلة أمين الأمة، وفيها هنعرف إزاي كان بيقود الجيوش ببساطة وإيمان. قل في الكومنتات تحب تشوف قصة مين بعد ما نخلص السلسلة دي. استنونا في أثر الزمان.